مساء الخير عليكم. برحب بيكم. منورين بيت المشورة يا جماعة. وعندنا لقاء جديد من ساعة لنفسك. أتمنى نكون بنقدم حاجة مفيدة ليكم. طيب، تعالوا نعمل تشيك ان. كل واحد كده يقول لي حاسس بإيه في كلمة واحدة، إحساس في الشات في كلمة واحدة، وهو داخل يسمع محاضرة عن القلق. شكرا يا سوسن، شكرا يا مروة. اضطراب وقلقانة ومتحمسة وتوتر، مشتتة ومتوترة، مبسوطة ومتحمسة وقلق. شكرا. اوكي، جميل. اتمنى ابقى مطمن ان شاء الله يا دينا. اوكي، جميل 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 جميل. هايل. منورنا يا جماعة، منورنا. طيب، احنا هنقدم الموضوع بتاع القلق ان شاء الله، ومش هنقدمه بشكل أكاديمي يعني دراسي، لكن إحنا هنقدمه بطريقة كده لطيفة، حبية. أحب تتواصلوا معايا في الشات طول الوقت. آه، طب كويس، في ناس مرتاحة اهو، دي حاجة جميلة. وفي ناس مطمنة لوعود ربنا. حلو حلو، جميل. طيب، ثواني أعمل شير للبرزنتيشن بتاعنا، وهنشتغل على طول حالا 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 حالا. اوكي. آه قولوا لي لو البرزنتيشن كده واضح. اللقاء مسجل يا سحر. واضح، اوكي. شكرا يا سعاد. شكرا 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 لكم كلكم. طيب، زي الفل زي الفل. طيب، الموضوع بتاعنا زي ما احنا شايفين، هو القلق في زمن الأزمات والحروب. أو في عنوان تاني، فهم القلق وكيفية التعامل معاه بشكل عام وبشكل بسيط جدا، وحاجة في متناول اليدين. مش هنبقى بنتطرق لنظريات ولا لمفاهيم علمية كبيرة، لكن احنا هنبقى بنحكي مع بعضينا كده ببساطة شديدة. طيب، خلينا نقول ايه هو القلق. لو انا عندي تساؤل او عايزة اعرف ايه قصة القلق، او ايه موضوع القلق ده بشكل عام، هنقدر نقول انه الشعور بالقلق هو شعور طبيعي بيظهر كرد فعل للضغط اللي ممكن نبقى بنتعرض ليه. فأول كلمة مهمة أحب أشير إليها هي إن القلق شعور طبيعي. طبيعي يعني هو موجود معانا في السيستم بتاعنا. يعني ما أتصور إن مفيش حد موجود على أرضنا دي لا يعاني بدرجة ما من القلق، أو لا يشعر بنسبة ما من مشاعر القلق. فالقلق حاجة موجودة في التركيبة بتاعتنا من أول ما الإنسان تواجد على آه، الكوكب لغاية النهاردة، وأتصور هنكمل كده لأن هو جزء لا يتجزأ من حياتنا. ولكن إحنا عندنا نوعين من القلق نحتاج إن إحنا نوعى ليهم. عندنا نوع طبيعي وسوي، وكل الناس بتعاني منه سواء بدرجات مختلفة ولا لأ. وعندنا نوع تاني أقرب إلى إنه ما يبقاش سوي أو يبقى اضطراب، وده اللي إحنا بنحتاج نتحرك علشان نطلب فيه مساعدة متخصصة. تعالوا نتكلم الأول على المستوى القلق، اللي هو المستوى الطبيعي اللي كل البشر بتعاني منه كرد فعل لأي ضغط إحنا ممكن نكون بنتعرض ليه. زي مثلا قلق الامتحانات. محدش يقولي لو أنا عندي امتحان بعد يومين أو بكرة أنا ممكن أبقى مرتاح ومطمن، وحتى لو كنت مذاكر وعامل اللي عليا.
لو عندي مقابلة مهمة هعملها بعد كام يوم أو قريب، وفي نفس الوقت أنا مش يعني سواء كنت جاهز ليها أو مش جاهز ليها، طبيعي يبقى عندي نسبة من القلق أعلى من اللي أنا بقابله كل يوم بما إني عندي مقابلة مهمة. لو بقابل أو بمر بمشكلة صعبة الحل وأنا لسه مش عارف أتعامل معاها، أو حتى وأنا بتعامل معاها، طبيعي إن جسمي يبقى في حالة من الاستعداد والتيقظ والقلق اللي احنا بنسميه القلق نتيجة التعامل مع الأحداث العارضة اللي زي دي، والأحداث الطبيعية جدا زي الامتحان أو المقابلة أو مشكلة ممكن نمر بيها. حتى لو كانت عملية جراحية، احنا هنجري عملية جراحية، فده طبيعي جدا ان انا اشعر ان انا قلقان وان انا متوتر وانا مش عارف كل الناس طمنوني وقالوا لي العملية بسيطة والناس كلها مرت بيها، لكن طبيعي جدا يا جماعة ان انا اشعر بالقلق. كل الأشخاص اللي بتشعر بنسبة ما من القلق في أحداث زي دي، غالبا دي نسبة طبيعية، ما نقدرش نقول عليها إن هي مرضية أو ناتجة عن اضطراب. هو مشاعر سوية طبيعية جدا، كلنا بنعاني منها. أي حد هيتحط في ظرف من هذه الظروف هيشعر بالقلق ده. طيب، فاحنا ده بيقول لنا انه القلق شعور طبيعي بيساعدنا ان احنا نتنبه ونتصرف، وغالبا ربنا زود جسمنا بآلية فيها تنبيه علشان نبقى متيقظين وحذرين ومتنبهين لأي خطر ممكن ان احنا نتعرض ليه، او اي حتى قرار مهم احنا محتاجين ناخده في حياتنا. فده بيخلينا في حالة من اليقظة، بيخلينا في حالة من التنبه. يعني تخيل لو أنا بسوق على هاي واي وسايق مثلا وأنا مش مركز كفاية أو أنا مرتاح بزيادة، فده خطر. لو أنا بشتغل على آلة وأنا مش منتبه زيادة، ده خطر. فالنسبة طبيعية ربنا حطها في جسمنا نشعر بيها بالقلق تجاه بعض المواقف علشان نبقى حذرين وعلشان نحافظ على جودة الأداء بتاعنا، فاحنا نقدر نؤدي بشكل جيد وبشكل كويس واحنا حذرين ومتنبهين وبنتصرف كويس. ومن غير القلق الطبيعي ده احنا مش هنعرف ناخد حذرنا، ولو ما قلقناش غالبا هيبقى في حاجة مش طبيعية يا جماعة. اوعوا تفتكروا ان في شخص عايش في السلام التام ومرتاح للآخر جدا ولا يعاني من أي مشاعر فيها توتر أو قلق. الفكرة دي فكرة مش مظبوطة وخرافة، وغالبا مش هتبقى موجودة إلا بقى إن شاء الله في العالم الآخر. لما نروح عند ربنا ممكن نتمتع بهذا السلام والأمان العظيم اللي مش هيبقى بيشوبه شيء. طيب، وحاجة كمان خليني أقولها لكم برضو، إنه ده ملهوش علاقة بمستوى الإيمانيات بتاعت الشخص. عشان في بعض المرات يقال إنه الشخص لما بيبقى إيمانه عظيم هو بيبقى مطمن ومرتاح ومش قلقان. دي فكرة مش مظبوطة. الإيمان لا يمنع القلق، ولكن الإيمان بيساعدنا في وقت القلق، ودول مختلفين عن بعض. يعني الشخص اللي عنده إيمان بقدرة ربنا ومساندته في الوقت الصعب غالبا بيعرف يتعامل مع القلق بشكل وبكيفية أفضل كتير من الشخص اللي يعني مش بيستعيذ أو بيطلب ربنا أو بيطلب مساعدة ربنا. بس احنا مش بينفع نقول على الأشخاص اللي بتشعر بالقلق إن هم ينقصهم شيء من الإيمان أو هم مش مطمنين كفاية لأنه حياتهم ما فيهاش ربنا. دي فكرة مش مظبوطة، وإحنا محتاج نتعامل معاها بشكل أكثر علميا من كده. طيب، القلق المرضي بقى ده مستوى تاني من القلق، ممكن يبقى مشابه تماما للقلق الطبيعي والسوي، ولكن هو أشد منه وبيؤثر على حياتنا اليومية. يعني أنا لما يوصل درجة القلق إن أنا مش عارف أنام، أنا مش عارف آكل، أنا مش عارف أتحرك، أنا مش عارف أخد قرار، أنا مش قادر أنجز في هذه الحياة، أنا هنا انتقلت من المستوى
الطبيعي اللي كل الناس بتشعر بيه، ليه مرحلة تاني أو مستوى تاني من القلق اللي ابتدى يعطل الأنشطة الطبيعية بتاعت حياتي. أنا هنا ابتديت أخش في منطقة تاني، هحتاج بقى ابتدي أتنبه واشتغل فيه بشكل يساعدني أكتر من كده. لما تبقى مشاعر التوتر جزء من الروتين اليومي، احنا عادة بنبقى شعرين بدرجة من القلق الطبيعية، ممكن تزيد في الأحداث زي ما مرينا الأسبوعين اللي فاتوا، بدرجة كبيرة من التوتر نتيجة الأحداث اللي حوالين مننا، والمشاهد العنف والمشاهد الصعبة اللي احنا شفناها طول الوقت، والأخبار بقى والكوارث والتوقعات من السياسيين والمحللين والحاجات العظيمة اللي اتملى بيها الميديا الوقت اللي فات. ده بيزود نسبة القلق عن المستوى العادي الطبيعي، بس هيظل برضو في مستوى السواء. إلا بقى لو التوتر ده بقى جزء من اليوم، يعني أنا بقى صاحي متوتر، أنا نايم متوتر، أنا مش عارف أسترخي، أنا طول الوقت مشدود بدرجة ملفتة، مش عارف أهدى أو أرتاح، أنا متقلص لدرجة إن ممكن تبقى عضلاتي كمان متقلصة من القلق والتوتر. إحنا هنا دخلنا في منطقة تاني هحتاج إن إحنا نتنبه ليها. والأصعب بقى لما يكون رتم، يبقى عندي رتم متوتر وغير معلوم المصدر. يعني ممكن أسأل يا فلان أنت قلقان من إيه؟ أنا قلقان من أخبار الحروب اللي أنا سامع عنها. أنا هنا عندي مصدر بيقول لي أو بيفسر لي القلق اللي أنا حاسس بيه. لكن لما أبقى قلقان وأنا مش عارف أنا قلقان من إيه، فده بيبقى مؤشر إنه القلق اللي أنا بعاني منه أو اللي أنا حاسه دلوقتي هو يبعد عن القلق السوي، وغالبا أنا محتاجة أبتدي أتعامل معاه. وبتبقى المشكلة كبيرة لما ما يبقاش في خطر حقيقي بيواجهني، فأنا مش عارف أشرح للبشر اللي حوالين مني أنا قلقان من إيه، أنا متوتر من إيه. وده كل ما بعوز أداري على القلق بتاعي أو أخبيه فأنا بتوتر أكتر. وكل ما باجي أشرحه لحد يقول لي بيبقى مش فاهم أنا بقول إيه، أو مش مستوعب درجة القلق اللي أنا حاسس بيها، فيبتدي يبص لي بصات انا فيها استفهامات، او ممكن يوعظني، او ممكن يقول لي كلمتين: ما احنا كلنا اهو زي الفل، اشمعنى انت دماغك عامله كده ازاي؟ مرات التعبيرات دي بتبقى قاسيه جدا، لانه الاخر مش بيبقى فاهم ليه انا متوتر، وليه انا عندي مجهول ما مخليني مش مرتاح، وده مأثر على ضربات قلبي، على تفكيري المتلاحق، على نفسي اللي مش مرتاح. فأنا حاسس إني مش كويس، وما عنديش حاجة بعينها أقدر أقول أنا مش كويس ليه، وصعوبة في إني أفسر أو أشرح ده للناس اللي حواليني. طيب، لو حبينا نسأل بقى عن ماذا عن القلق في زمن الحروب والأزمات، فإحنا هنا عندنا حاجتين مع بعض. عندي سبب واضح ومعلوم، والناس تقريبا، مش عايزة أقول كلها بس معظمها، قلقانين ومتوترين. فأنا في سبب واقعي موجود دلوقتي يخوف أي حد في الدنيا. بس غالبا لو أنا شخص جسمي بيستجيب للقلق بشكل أعلى من العادي، هيبقى إحساسي بالخطر وإحساسي بالانزعاج أعلى منهم شوية. فكأنه في مستوى معين الناس بتبقى قلقانة منه في وقت الحروب ووقت الأزمات وفي نووي هيتضرب، والإشعاع النووي مش عارفة هيبقى عامل إزاي. احنا كلنا سامعين القلق ده في كل حتة ومش مرتاحين. فأنا عندي سبب واقعي للقلق، وعندي شعور بالخطر، والناس كلها بتتكلم عليه. بس النسبة بتتفاوت من شخص لآخر تبعا لاستجابات جسم كل واحد مننا. فلو أنا شخص بالطبيعة بتاعتي قلوق، وعندي كمان اتيتيود في العيلة، عندي وراثي مثلا إنه أهلي، مامتي أو بابايا، أو إحنا بشكل عام أسرة قلوقة،
ومتوترة، فغالبا شعوري بالقلق والتوتر هيبقى أعلى شوية من البشر اللي حوالين مني، لأني أنا حساس بدرجة ما لهذا القلق. طيب علشان نفهم القلق وعشان نتعامل معاه، أنا عندي 3 مكونات مهمين جدا أتصور إن حضراتكم ممكن تكونوا مريتوا عليهم. ال3 مكونات دول بيتأثروا بالقلق، وفي نفس الوقت لما بنيجي نتعامل مع القلق علشان نتعافى أو نساعد نفسنا في التغلب عليه، لازم هنعدي على ال3 مكونات دول. أول واحدة اللي هي الأفكار المزعجة أو الأفكار اللي بتثير لدينا الإحساس بالقلق، والمشاعر نفسها، مشاعر القلق والتوتر اللي احنا بنشعر بيها، والسلوكيات اللي بتتأثر نتيجة إحساسنا بالقلق، سواء ناتجة عنه أو متسببة فيه وبتزودها. فهنمسك واحدة واحدة من دول وهنشرح احنا هنعمل ايه معاهم. أول مكون اللي هو الأفكار المزعجة. خلينا نبقى عارفين إنه الأفكار المزعجة عبارة عن إنها الوقود اللي بيغذي التوتر، وهي الطريقة اللي إحنا بنفكر بيها. طريقة ذهن الشخص القلق بتبقى متركبة بطريقة بعينها، بتخليه طول الوقت قلقان، وبتخليه مش بس بياخد الفكرة ببساطة زي باقي الناس، لكن هو عنده السيستم التفكير بتاعه والنظام الفكري بتاعه مش بيخليه يهدى، هو بيتحرك أسرع، بيخليه يستنتج أسرع ويتوقع حاجات أصعب. فبيبقى طول الوقت عنده الذهن اللي بيغذي التوتر، فده بيزود القصة عن المستوى الطبيعي. التوقعات السلبية والكارثية مرات كتيرة جدا بتبقى الوقود اللي بيزود القلق. أنا متوقع كارثة كبيرة، أنا مش متفائل، أنا منتظر حدث خطير ممكن يحصل، طب هنعمل إيه وهيحصل لنا إيه؟ طب اللي هو طول الوقت أنا مستني كارثة ما، ومستني وعندي توقع سلبي. دي طريقة بتغذي جدا التوتر والقلق اللي أنا بشعر بيه. ولو أخدنا بالنا إنه غالبا التوقعات السلبية والكارثية بتبقى في المستقبل، يعني هي مش في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، اللي هو كمان شوية أو بكرة أو الأسبوع الجاي أو السنة الجاية. وفي ناس كمان بيبقى عندها توقعات كارثية ل10 سنين كمان قدام، واللي هو احنا يا جماعة مش متأكدين إن احنا ممكن نبقى عايشين لغاية بكرة أصلا. بس الشخص بيبقى عنده توقعات سلبية كارثية بالسنين لقدام، فهو من كتر ما بيفكر بالشكل ده هو بيبقى خلاص هو فقد أمانه وفقد إحساسه بالهدوء والتريث، من كتر ما هو الأفكار المزعجة بتاكل في دماغه طول الوقت. عادة الأفكار دي أو التوقعات السلبية دي بتبقى مبنية على خبرة مشابهة حصلت في الماضي. عارفين المثل اللي احنا دايما بنقوله، اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي؟ غالبا الشخص اللي مر بخبرات صعبة، الخبرات دي كأنها بتسجل في جسمنا، فالشخص بيبقى طول الوقت مستعد يعمل أي حاجة في الدنيا وما يتعرضش لهذه الخبرة المؤلمة مرة تانية. فمثلا الاشخاص اللي تعرضوا اللي مروا بخبره صعبه في الزلزال بتاع 92 بيبقوا مش قادرين ينسوا الخبره دي. فمنين ما بيسمعوا عن اي اخبار لكوارث طبيعيه موجوده حوالين مننا او اخبار حروب، استجابتهم بتبقى اعلى جدا. الاشخاص اللي مرت بخبرات فيها فقد، فيها الم، فيها احداث قاسيه، غالبا الناس دي بيبقى طول الوقت خايفين لألا الحدث والخبرة الصعبة دي يتكرر مرة تانية. الخوف من تكرار خبرات مشابهة مؤلمة تتكرر مرة تانية، ده بيخلي الشخص يخش في بيسموها اللوب بتاع القلق، فاللي هو أنا بلف بسرعة في طريقة استنتاج إن أنا في كارثة هتحصل، وكأنها بالفعل أكيد هتحصل. فده بيخلي الشخص متوتر جدا، مش عارف يتعامل مع تسارع الأفكار في ذهنه، مش عارف يهدى ويرتاح، ولا عارف يعمل قرارات أو يعيش حياته بشكل طبيعي. طيب نعمل إيه مع الأفكار المزعجة؟
أو أنا عندي طريقة تفكير مش بتساعدني علشان أتعامل مع القلق، وكأني ذهني أو تفكيري أخد الشكل بتاع إنه بسرعة بيلف فيها استنتاج إنه في كارثة هتحصل. عارفين زي إيه يا جماعة؟ عارفين طريقة التفكير بتبقى فكرة واسعة وبعدين أضيق 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 لغاية لما بلاقي نفسي اتزنقت في كورنر إن في كارثة هتحصل وأنا مصدقاها 100%. وكأني خلاص الذهن بتاعي أخد هذا الشكل من التعامل مع الأفكار المزعجة. أنا بحتاج أتنبه إن في دايرة اسمها دايرة السيطرة. أنا محتاج أوعى وأفرق ما بين الأشياء اللي في دايرة تحكمي وسيطرتي والأشياء اللي بره دايرة تحكمي وسيطرتي، وأقدر أميز ما بين الحاجتين دول عشان وأنا بتعامل أنا بقول للفكرة المزعجة اللي في دماغي ده في دايرة سيطرتي ينفع أعمل فيها إيه، ولا ده خارج عن سيطرتي وخارج عن إدارتي فهو أنا ما عنديش حاجة ممكن أعملها في هذه الفكرة. الجدول اللي جاي ده هيورينا إيه الأشياء اللي أنا مش هقدر أسيطر عليها وإيه الأشياء اللي ممكن أسيطر عليها. تعالوا ناخد الأول ما لا أستطيع السيطرة عليه. أنا ما أقدرش أسيطر على أفعال الآخرين ولا أقوالهم. الآخر مش في دايرة سيطرتي ولا الكنترول بتاعي، فأنا ما أقدرش يعني أحكم آخر ولا تصرفات شخص آخر ولا معتقدات شخص آخر. الناس من حقها تقرر أي قرارات في الدنيا، فلما أتحط في موقف وفي قرارات آخرين أنا لا أمتلك إن أنا أعمل فيه حاجة، أنا ده مش في سيطرتي. الأحداث العالمية اللي حوالين مننا اللي احنا سامعينها بقالنا كام يوم ونايمين على أحداث وأخبار وصحيين على أحداث وأخبار، كل ده مش في دايرة سيطرتنا. احنا ما عندناش حاجة ممكن نعملها غير بعض السلوكيات اللي هنقول عليها كمان شوية، لكن الأحداث نفسها مش في دايرة سيطرتنا. مشاعر الآخرين سواء هم مبسوطين زعلانين خايفين متوترين مش في دايرة سيطرتنا، ولا حتى أخطائهم. خلينا نعرف كمان يا جماعة القلق عادة بيبقى مشاعر مزعجة مستقبلية، يعني هي بتبقى جاية لسه. أنا خايف من بكرة، خايف لحسن يحصل كذا، أنا خايف لما. فطول الوقت الشخص لما بيتكلم هيلاقي في اللغة بتاعته بتحتوي على فعل المستقبل هيحصل. فأنا بحتاج أدرك إن المستقبل مش في إيدي، زي ما الماضي كمان مش في إيدي، ولا أحداث الماضي اللي فاتت أنا ما ينفعش أرجع الماضي أعمل فيه أي حاجة، ولا ينفع أستدعي واستعجل المستقبل عشان أعمل فيه أي حاجة. أنا لا أمتلك سوى اللحظة اللي أنا موجودة فيها دلوقتي. اللحظة دي دلوقتي هي دي بس هي ما أملك، علشان كده هي دي اللي في دايرة تحكمي. الماضي والمستقبل مش في تحكمنا ولا في دايرة سيطرة بتاعتنا. طيب خلينا نشوف إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نسيطر عليها. أنا أقدر أسيطر على استجابتي، يعني لو الآخر بيفعل فعل مش مظبوط أو بيقول لي حاجة مش في مكانها، اللي أنا أقدر أسيطر عليه هو استجابتي في الموقف. أنا هعمل إيه؟ أنا هختار إيه؟ وهختار أعمل ده إزاي؟ هو ده ما أمتلكه. أنا لا أمتلك ما للآخر لكن أمتلك ما لنفسي. أمتلك إزاي أعرف أعتني بنفسي في الوقت الصعب ده، وإيه التمرينات أو إيه الجو أو الروتين اللي أنا أحتاج أحتفظ بيه علشان يخليني أحسن. أنا أمتلك وأسيطر على أفعالي واختياراتي ومعتقداتي وموقفي من أشياء بعينها. أنا هكمل في ده أو مش هكمل في ده، أنا هروح في الحتة دي أو مش هروح في الحتة دي. ده في دايرة سيطرتي. في دايرة سيطرتي الكلمة اللي بتخرج مني دي بتاعتي. أنا ينفع أختار الكلمة اللي بقولها. ما ينفعش أقول إيه أصلي فلان نرفزني فأنا قلت كذا، أو فلان ضغطني فأنا غلطت. مفيش حاجة اسمها كده. أنا مسؤول عن مشاعري ومسؤول عن كلماتي اللي بتخرج من فمي. مسؤول اطلب مساعده. ده في دايره دي في دايره سيطرتي، ان لما ابقى شايف ان القصه ابتدت تخرج بره ايديا وانا مش مرتاح ومش عارفه اتعامل مع القلق اللي انا حاسس بيه، ينفع اطلب مساعده. ده في دايره سيطرتي.
وفي دايرة سيطرتي كمان إني أتعلم من الأخطاء اللي بقت في الماضي. أنا مش هعرف أجيب الماضي، لكن ينفع أطلع بالدرس من الخبرات الصعبة اللي أنا مريت بيها في الماضي. ده آخري. يعني ده آخري إن الماضي يبقى عبارة عن دروس أنا بعمل وقاية منها النهاردة، أو أخلي بالي منها النهاردة، بس بالشكل المعقول الصحي اللي أعرف أتعامل معاه، مش بالشكل الهلع اللي يخليني أنا مش عارفة أتعامل مع القلق والتوتر اللي أنا حاسس بيهم. طيب، إحنا كده اتكلمنا عن الأفكار المزعجة، وهتظل مشاعر القلق اللي احنا حاسين بيها، وعندنا كمان السلوكيات اللي انا بحتاج اتعامل بيها لما امر بوقت صعب زي الوقت اللي فات. في مجموعة من السلوكيات بتزود القلق، كأني بحط بنزين على نار. انا بحتاج اتنبه لهذه السلوكيات، وخصوصا في الاحداث زي الاحداث الصعبة اللي مرت بينا في وقت الحرب اللي فاتت. أنا بحتاج أتنبه لمتابعة الأخبار باستمرار. في أشخاص أول ما تبتدي الأحداث هم طول الوقت أنا فاتح الأخبار وبسمع من كل المصادر، ومرات المصادر ما تبقاش متماشية مع نفس الأحداث. مرات الأخبار بتبقى متضاربة، مكانين بيقولوا يمين ومكان تالت بيقول شمال، فأنا مش عارف أتابع أنهي فيهم. الهوس اللي بيحصل في متابعة الأخبار بشكل مستمر في الأوقات الصعبة، سواء الحروب أو الأزمات أو الظروف القاسية زي الكوفيد مثلا اللي احنا مرينا بيه من 5 سنين. متابعة الأخبار بشكل مستمر بدون توقف، ده واحد من السلوكيات اللي بتزود القلق جدا ومش بنعرف نتعامل معاها. والمصادر اللي احنا بندور فيها، لأنه كل مكان بيقول الخبر أو الأخبار بالطريقة ومن وجهة نظرهم ومن التوقعات بتاعتهم ومن المفهوم أو المنظور اللي هم يحبوا إنه يحصل. فأنت ممكن يبقى في مثلا انفجار حصل، هتلاقي يمين بيقولوا حصل إزاي وفرحانين، وشمال بيقولوا ده حصل إزاي ومش فرحانين. فده بيعمل تشتت ولخبطة كبيرة جدا في متابعة الأحداث الصعبة اللي احنا مرينا بيها. الصور اللي احنا طول الوقت بنشوفها من مباني مهدمة، أشخاص متعورة، ناس غرقانة دم، أطفال متشردة، كل ده مؤذي جدا جدا لمشاعرنا. وكل ده تأثيره مش قليل على تعاملنا مع القلق. كل ده بيزود درجة إحساسنا بالقلق بنسبة كبيرة جدا. طيب نعمل إيه؟ ما نتابعش؟ لا، إحنا هنتابع الأخبار بس هننظم القصة شوية. انا مش لازم ابقى ليل ونهار فاتح الاحداث وعيني عليها وببص على كل الاخبار وكل الصور وكل المعلومات من يمين والشمال. ناهيكم بقى عن التحليلات السياسية والتنبؤات. معرفش مين بيتنبأ بأنه إيه اللي هيحصل، ونهاية العالم هتتم بالشكل الفلاني، والمنطقة اللي احنا فيها هي المنطقة اللي هيحصل فيها ويسوي. وسياسيا لا، وفي نبوات قديمة من زمان هتتحقق النهاردة في الأحداث بتاعتنا. كل ده ضغط نفسي غير طبيعي احنا بنتعرض ليه في الوقت ده. لما أسيب نفسي بتعرض لهذه الموجات كلها، طبيعي جدا إن أنا أقلق بزيادة. ولو أنا شخص أصلا حساس لقصة القلق دي، فأنا كده بعذب نفسي للآخر. احنا محتاجين نعرف السوشيال ميديا بتأثر علينا ازاي يا جماعة. الأخبار والسوشيال ميديا لو تقروا بعض الكتب يا جماعة اللي بتقول لنا ازاي الوكالات بتقود الشعوب ببيع الأخبار دي، وبيتوجه البشر والشعوب لتوجهات بعينها سواء سياسية أو اقتصادية بشكل عام في الميديا. مرعب مرعب جدا. احنا بنشعر بإرهاق عاطفي كبير ونفسي من متابعة الأخبار وعلى السوشيال ميديا. احنا بنبذل كتير من الطاقة النفسية طول ما احنا بنتابع هذه الأخبار، زي ما يكون الشخص عمل مجهود كبير قوي وهو قاعد مكانه. أنا قاعد مكاني وماسك الموبايل وبسكرول بس،
بس ده بيستنزف مني طاقة نفسية كبيرة جدا، فبعدها أنا بشعر بالإحتراق والإجهاد، فمش بقدر أقوم بالمهام الطبيعية بتاعتي في الحياة. أنا مش بعرف بقى أدير بيتي، مش عارف أنزل أشتغل بروقان، ولو الشغل بتاعي محتاج درجة من التركيز أنا ببقى متوتر بزيادة ومش مرتاح ومش كويس، لأني حصل لي استنزاف نتيجة تأثير الأخبار والسوشيال ميديا. بالإضافة إنه غالبا ناس كتير بيحصل لها نوع من الإدمان على التمرير أو السكرول اللي إحنا طول الوقت بنعمله، فنلاقي إحنا فاتحين الموبايل وطول الوقت إيدينا مش مبطلة إن هي تعمل سكرول علشان تشوف الأخبار. وده بيأثر كتير في استقبالاتنا وفي مخنا وفي مشاعرنا، ونتيجة الأخبار اللي ورا بعضيها، ما بين خبر مؤذي وفيه انفجار ودم وحاجات متكسرة يمين وشمال، بعديها حد بيهرج وبيضحك، وبعديها حد بيقول حكمة، وبعديها حد بيغني أغنية. فاحنا مشاعرنا بيحصل لها إجهاد شديد جدا نتيجة التعرض والانتقال ما بين المشاعر المختلفة اللي بتنتقل من بوست للآخر. بعد شويتين يا جماعة بيحصل لنا نوع من، احنا بيحصل لنا بننفصل عن مشاعرنا وبننفصل عن الإحساس علشان نعرف نحمي روحنا. ما أنا مش معقول أبقى سخن ساقع سخن ساقع سخن ساقع طول الوقت وأنا فاتح الموبايل وبتابع الأخبار. فواحد من السيلف ميكانيزم اللي احنا بنعمله عشان نحمي نفسنا إن احنا بنفصل مشاعرنا. فبيكون النتيجة، وده بيبان أكتر حتى وإحنا بنتشات يا جماعة، بنحط وإحنا بنتشات فيس بيضحك وإحنا مش بنضحك ولا حاجة، أو منظر فيه قلب وفيه مشاعر حب أو مشاعر لطيفة، وإحنا مش حاسين بأي المشاعر دي، لأن إحنا فصلنا أو انعزلنا عن المشاعر نتيجة الإجهاد النفسي والعاطفي اللي إحنا حسيناه من متابعة الأخبار. بعدين بنتعرض لحاجة تاني اسمها صعوبة فصل الذات عن الأحداث. مرات بنبقى بيحصل لنا نوع من التماهي في الحدث أو في الخبر اللي احنا بنحسه، فده بيخوفنا. في كام حد حس إنه محتاج يجري يجمع شوية مأكولات وعلب ويحطها في البيت احتياطي عشان احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل الوقت اللي جاي، وعمال أفكر لو أنا معايا قرشين هجيبهم إزاي يمكن أحتاجهم. او ابتدينا نفكر انه خلاص كأنه يعني القيامة هتقوم بكرة فاحنا محتاجين نجهز علشان ما نبقاش بنتفاجئ. وده لان احنا ما كناش عارفين نفصل نفسنا عن الاحداث اللي حاصله حوالين مننا في الاخبار اللي احنا بنقراها. بالاضافه للمعلومات الكتيره اللي بتخلينا متشتتين ومضغوطين، معلومات كتيره جدا من اماكن كتيره ومن مصادر كتيره جدا، فاحنا مشتتين ومجهدين ومضغوطين. طيب نعمل ايه؟ ما هو برضو مش معقول هنحط راسنا في الرملة ومش هنتابع احداث عالمية زي اللي حاصلة دي عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل ونخلي بالنا. طبعا هنتابع ده، لكن انا مش مضطر اتابع من كل المواقع طول الوقت من غير ما افصل نفسي. يكفي ان انا اتابع الاخبار مثلا مرتين في اليوم او 3 مرات على الاكثر، ويفضل ما يبقاش منهم مرة بالليل. يعني ما ينفعش بالليل، وخصوصا انه الضرب بقى كان بينشط بالليل والتفجيرات بتحصل بالليل وتراشق وتبادل الصواريخ والقصص، كأننا بنتفرج على فيلم رعب بالليل يعني. فاحنا بيبقى مش عارفين ننام لان احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، وكأننا عايزين نطمن هيجي لنا بكرة وهيصبح علينا صبح ولا القصة هتبقى عاملة ازاي. فبيفضل بشكل واعي اني ابقى حذر بالليل علشان اعرف احط راسي على المخدة وانام، لان تعرضي لهذه الاحداث قبل النوم مباشرة مرات كتيرة بيبقى آه، مجهد ومش بيخلينا ننام مرتاحين او بنقدر نكون بنسترخي. طيب ازاي اتعامل مع القلق؟ زي ما قلنا احنا بنتعامل من خلال 3 مكونات اللي هي الافكار
والسلوك والمشاعر. خلينا نقول لكم على حاجات بسيطة ينفع نعملها زي كأنها إسعافات أولية. كأنها إسعافات أولية لما أتحط في موقف مقلق، لما أتعرض لأخبار مزعجة جدا، لما أحس إن داخل مقابلة أكتر مني، أو أنا بمر بظرف قرب يسحقني من كتر ما أنا متوتر جدا وقلقان ومش عارف أتعامل معاه. أبسط تمرين في الدنيا، وهذا التمرين يا جماعة له مفعول السحر، هو تمارين التنفس. أنا بقعد كده وبهدى وبحاول أتابع التنفس بتاعي، وأهدى وأحاول أتنفس بهدوء، وخلي ذهني وتركيزي بيتابع النفس وهو داخل وهو خارج. الهدف منه إني أبقى بسحب ذهني من الأفكار والأحداث اللي حوالين مني، وأركز في وجودي هنا ودلوقتي مع التمرين بتاع النفس. أنا مش هسحب جامد وهخرج جامد، مش هفتعل النفس، لكن أنا هتنفس بهدوء بشكل طبيعي جدا، بس كأني هعمل تغيير مسار من الانتباه بتاعي اللي حوالين مني على الأشياء المقلقة لحاجة جوايا تخليني أهدى وأطمن. بعض التأملات البسيطة يا جماعة اللي ممكن تساعدنا، بعض التأملات اللي ممكن تقول لنا إنه في إله عظيم في هذا الكون بيديره بكل حكمة، وإن القرار في إيديه هو مش في إيدينا إحنا. بعض التأملات اللي تخليني أشعر إنه أنا بسلم في هذا الوضع، وبحتاج للتسليم اللي يخليني أبقى هنا ودلوقتي في هذه اللحظة. فبما إني أنا هنا ودلوقتي وفي هذه اللحظة ومفيش خطر فعلي موجود حوالين مني، أنا بحتاج أركز في هذه اللحظة عشان أمتلك هذا النوع من الهدوء والسلام. بحتاج أقلل وقت متابعة الأخبار زي ما قلت لحضراتكم من شوية. مش هينفع أبقى بتابع الأخبار طول الوقت وعايز أبقى مرتاح ومطمن وكأنه ما فيش، لا، الأخبار مزعجة جدا. وأنا بتصور إنه غالبا كان في أحداث زي دي من سنين طويلة فاتت، من كل الحروب اللي احنا سمعناها، كل الحروب وكل الأزمات اللي احنا مرينا عليها من سنين طويلة كان بيحصل فيها مآسي زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الفرق النهاردة ان انا قاعد في بيتي والحدث بيجيلي لغاية عندي في ايديا في الموبايل بتاعي. يمكن احنا زمان ما كانش ده بيحصل. لما يحصل حروب او بيحصل كوارث كانت الناس بتعرف بعديها بوقت طويل، وبتعرف بعديها بيكون القصة خلصت. لكن النهارده احساسنا ان احنا على الهوا مباشره، والحدث لسه حاصل ملهوش دقيقتين او 5 دقايق ومعروض قدامنا بتفاصيله، ده منهك جدا جدا لنفسنا. عشان كده انا بحتاج اللي في دايرة تسلطي والكنترول بتاعي هو ان انا اقلل الوقت اللي بتابع فيه الاخبار المزعجة. ببساطة لأن أنا يا جماعة لا هزود ولا هضيف ولا هقلل ولا هعمل أي حاجة من هذه الأخبار. وساعات لما بشوف أشخاص ماشيين في الشارع كده في سلام تام، مش دريانين حتى إن في حرب شغالة، ومش عارفين مين بيعمل إيه. ولما كنا بنضحك لما كنا بنضحك على السوشيال ميديا نقول في دول بحالها مش عارفة إيه اللي بيحصل في أي حتة، ده في حد ذاته يا جماعة من رب يبقى بركة مش قليلة. طيب، بحتاج كمان لما أبقى قلقان أكتب الأفكار بتاعتي والمشاعر بتاعتي. أحتاج أكتبها أو أقولها لحد. ينفع أميل على حد من الأصدقاء اللي بيعرفوا يسمعوا، بيعرفوا يستوعبوا، وبيوافقوا يسمعونا للآخر من غير ما يعترضوا على اللي احنا بنقطعه، من غير ما يوعظونا وينصحونا بقى ويبقى هم عاملين فيها الكبار المنصحين. فيعرفوا يستوعبونا ونعرف نحكي معاهم لما بتكلم عن قلقي وتوتري بصوت عالي أنا بهدى شوية. لما بكتب الأفكار بتاعتي وانزعاجاتي وبعدين أطلب ربنا كده في كام سطر وأنا بكتب، ده بيساعدني كويس كتير إن أنا أهدى. مقفل كده على الأخبار وأقعد مع روحي أكتب وأشارك المشاعر بتاعتي
سواء بالكتابة أو مع حد من المقربين. طيب أنا باحتاج كمان أتعلم مهارة، دي بتحتاج شوية وقت، اللي هي أرصد وأعدل الأفكار المزعجة اللي بتقتحم مخي. لو أنا من الأشخاص اللي طول الوقت بيقتحم تفكيري طريقة تفكير أو أفكار مزعجة مش بعرف أتعامل معاها، ما عنديش العضلة اللي تعرف ترصد الفكرة وترد عليها، فأنا بابقى محتاج مهارة تعلمني إزاي أعرف أرصد الأفكار دي وأرد عليها، علشان لما برد عليها بشكل منطقي مشاعري بتتحسن وبحس إن أنا أفضل كتير من الأول. اللي من حضراتكم يعني مهتم يتعلم مهارة زي دي، ممكن لما نعلن عن الورشة بتاعة القلق، في ورشة جميلة بيت المشورة بيعملها اسمها الآن مش قلقان، بنتعلم فيها مهارة إزاي أرصد الأفكار المزعجة دي، وإزاي أعرف أعدلها أو أعرف أرد عليها بالمنطق فأشعر أحسن ومشاعري تبقى أهدى كتير. بينفع طبعا أستشير شخص متخصص لما ألاقي القصة خرجت بره إيديا، لما أشعر إن أنا نومي ابتدى يتأثر بدرجة كبيرة، ولما بنام بحس بكوابيس أو مش مرتاح، لما ألاقي أكلي وشهيتي سواء بزيادة أو قليلة، باحس إن توتُّري بيخلّيني مش عارف أركّز في اللي في إيديّا، مش عارف أعمل قرارات في مكانها، لو شغلي مُعتمد على التركيز وإن أنا مثلًا عندي حسابات أو حاجات باسجّلها محتاجة إن أنا أبقى بكامل وعي وتركيزي وابتدى ده يتأثّر مع القلق اللي أنا باحس بيه، لا نتردّد في استشارة شخص متخصص ياخُد بإيدي ويساعدني في مجموعة التدريبات اللي إحنا بنحكي عليها دي. في فرق إن أنا أعرف عن هذه التدريبات وأحاول أعملها لوحدي، وإني أطلب حد already هو متخصص وشاطر في التمرينات دي وبيعرف إن هو يعملها ويمارسها مع أشخاص تانيين، ويبتدي يعلمهاني أعملها واحدة واحدة لغاية لما أمتلك هذه المهارات فأعرف أتعامل مع قلقي. طيب، خطوات عملية يومية، دي شوية حاجات مهمين خليهم قدامكم دايما يا جماعة. دايما نسمع الجملة دي ونحس إنها أكلاشيه، نوم كافي وحركة منتظمة سواء مشي أو رياضة. بس خليني أقول لكم إن الدراسات كلها بتقول إنه القلق بالأخص بيحتاج تعامل على مستوى الجسم، بمعنى جسمي محتاج يبقى بيرتاح وياكل أكل مريح وصحي علشان أوفر كل طاقة ممكن تتهدر في المجهود الزيادة وفي الهضم السيء اللي ممكن نتيجة أكل دهون وسكريات وأكل غير صحي. كل دي حاجات بتهدر الطاقة بتاعتي اللي أنا بحتاج أوجهها ناحية الهدوء والاسترخاء، ما تبقاش بتزود التوتر بتاعي. يعني أنا التوتر بيبقى موجود بيستهلك كتير من طاقتي، ولو أنا مش بانام كويس أو مش باعمل رياضة بشكل كويس مرات كتيرة أو مش باكل بشكل صحي، مرات كتيرة الحاجات دي بتستهلك من الطاقة بتاعتي. فأنا كده كأني عندي حاجتين بيهربوا الطاقة مني، القلق بيهرب نسبة مش قليلة، وعدم النوم والأكل بيهرب نسبة تاني. فده اللي بيوصلني بسرعة للمرحلة اللي أنا بيحصل لي فيها احتراق أو بيحصل لي فيها نوبات من القلق والانزعاج اللي بابتدي أفقد فيها السيطرة على جسمي وأشعر بضربات قلب شديدة وإيديا بتترعش أو بعرق أو بحس ببعض الأتاكس اللي ممكن تحصل لي فجأة نتيجة إني حصل لي استنزاف كبير في الطاقة بتاعتي اللي ممكن أواجه بيها القلق أو الخوف. الطعام المتوازن مهم جدًا يا جماعة، ولمّا جرّبت القصة دي اكتشفت إنها فعلًا بتفرق كتير. لو أنا شخص آكل لحوم كتير بشكل دائم، غالبًا جسمي بيبقى مستنزف في عملية الهضم والأيض. ولمّا باكل أكل صحّي خفيف، فجسمي بيبقى خفيف هو كمان زي ما بيحصل للصيام يا جماعة، لمّا بنبقى صايمين بيبقى معنوياتنا مرتفعة وجسمنا خفيف وبنبقى قادرين روحنا بتبقى منطلقة أكتر، فعشان كده الطعام المتوازن بيساعد جدًا في القصة بتاعة القلق. العلاقات الصحية والداعمة مهمة جدًا وأنا منزعج وقلقان.
ما انا لو رحت انا كمان صاحبت حد زي عم ضياء بقى، اللي هي بايظه بايظه وكلنا هنموت وملوش لازمه، والناس اللي الاتيتيود بتاعهم كده، او اتيتيود بقى زي بتاع احمد بدير اللي هو كلنا هنموت، الاشخاص دول احنا بنحتاج نبعد عنهم تماما. انا بحتاج ادور على علاقات صحيه داعمه، اشخاص ينفع اكون براحتي في وسطهم، مش متكلف، عارف اتكلم بحريه عن اللي انا حاسس بيه، مش هتعرض للتريقة ولا التنمر ان انا خايف، او انا قلبي خفيف، او ان انا منزعج، او ان انا مش مرتاح. فالعلاقات الصحية الداعمة بتساندنا في الوقت الصعب اللي احنا ممكن نكون بنمر بيه، وخصوصا واحنا قلقانين. بنحتاج نخصص وقت للراحة الذهنية. الراحة الذهنية بتحصل لما بنندمج في بعض الأشياء. بنندمج مثلا واحنا بنسمع مزيكا لطيفة، بنندمج واحنا بنمارس هواية حلوة، بنندمج واحنا بنقرا تأمل بعينه وبنركز فيه المعاني بتاعته، بنندمج واحنا بنتابع تفاصيل لوحة مرسومة بالريشة، وبنشوف الخطوط بالألوان، ونقضي فيها وقت كبير. ده بيدي دماغي شوية راحة. وكأني هقول لكم زي ايه، ما هو مثلا يعني مش لطيف بس هو معبر جدا. التلاجة يا جماعة بتشتغل طول الوقت، مش بنشيل الفيشة بتاعتها، بس هي فيها من جوه سيستم بيخليها تفصل شوية وتشتغل شوية، تفصل شوية وتشتغل شوية. الحبة اللي بتفصل فيهم التلاجة الموتور بيرتاح، والسخونة بتاعتها بتقل عشان تقدر تكمل. احنا بنحتاج نعمل حاجة شبه دي. بحتاج اخصص وقت افصل فيه الدماغ شوية عن التفكير في كل ما هو مزعج، واخصص وقت اخلي دماغي ترتاح شوية، ترتاح في حاجات لطيفة ممكن اعملها واديها الوقت. احنا مشكلتنا بس ساعات بنحس ان الحاجات اللطيفة او الحاجات الممتعة دي خسارة نضيع فيها الوقت. يعني انا الوقت ده مش كنت اشتغلته كان احسن، او شفت حاجة مهمة اعملها في البيت. انا بحتاج اتعامل مع الحاجات اللطيفة دي يا جماعة كأنها علاج، وكأنها وصفة طبية الدكتور قال لي عليها. فأنا أهتم بتخصيص وقت عشان دماغي تاخد راحة لفترات قصيرة متكررة، كل ما أقدر أكررها في اليوم، كل ما أنا قدرت أجدد شوية نشاط وقدرت أواجه الأحداث الصعبة اللي ممكن نكون بمر بيها. طيب عندي سؤال هسأله لكم وهستنى الإجابة في الشات. يا ترى ايه الخطوة البسيطة اللي اقدر ابتدي بيها النهاردة علشان اهدى شوية من قصة القلق بتاعي دي؟ مثلا هيبقى عندي وقت من غير اخبار، هيبقى عندي مكالمة مع حد من اصحابي، هعمل تنفس هادي، هتمشى شوية. ايه اللي ممكن اكون بعمله ابتداء من النهاردة علشان يساعدني شوية كخطوة بسيطة صغيرة؟ اسمع بقى كده. آه اوكي. هتبعد عن الموبايل شوية، كويس يا احمد. هتعزف مزيكا، هايل. سحر هكتب. مها هعمل تنفس هادي. منار ما اشربش قهوة بالليل، برافو منار، كويس انك قلت لنا المعلومة الحلوة دي. مرسى هروح لحد مريح احكي معاه براحتي، جميل يا مرسى. أميرة تأمل وتنفس عميق وأدرب نفسي أبعد عن الموبايل. هلعب كمانجا، الله عليكي، جميل يا سناء، أنا بحب كمانجا أنا كمان. هبعد عن الموبايل قبل النوم. هداوم على الكتابة. أقضي وقت بره، أحدد وقت معين في اليوم لمتابعة الأخبار. التمشية، أو رواية حلوة أخوض فيها، أغوص فيها، جميل يا مايكل. التنفس وابعد عن الأخبار بالليل وأسمع مزيكا، تنفس ومزيكا. الامتنان، هايل يا راشا، الامتنان من أجمل الحاجات اللي بتحسسنا إن إحنا في خير كتير عايشين فيه، لكن كأننا تعودنا على وجوده. أنظم وقتي وأعمل حاجة بحبها، جميل يا ميرفت.
سميحة هاكل آيس كريم، الله عليكي، اعزميني معاكي يا سميحة. الله. هبعد عن متابعة الأخبار، هعمل تنفس وأمل، هحكي مع حد وأكتب الأخبار، هلعب مع بنتي النهاردة، ربنا يخلي لك بنتك يا سعاد، أرسم رسمة خفيفة أو أقرأ صفحتين من كتاب بحبه، الله يا منار. ميرفت هكلم حد بحبه وأقرأ كتاب، مش هدخل في جدال مع حد، هلعب بالألوان. الله عليكم. هقرا بعينيا عشان مش قادرة ألحق بقى. هصلي، حلو يا سوسن قوي، حلو طبعا الصلاة بتساعد جدا. هلعب كورة، بختك يا شنودة. مطلعش المشاعر السلبية في الأكل، ده جميل يا منار، حلو برضو ده. بسمع مزيكا والحمد لله على الموجود من النعم، وحدد فترات الراحة لطيفة لدماغي بالكتابة والترانيم. حلو قوي قوي قوي. طيب، ده جميل، ربنا يخلي الأحفاد يا أسماء. جميل جميل. طمنتوني عليكم. القصة في البساطة اللي احنا قلناها دي، مجرد ما أنا هتفق مع نفسي أعمل خطوات بسيطة من دي، اللي منكم يحب يتعمق أكتر ويركز أكتر في القصة بتاعت القلق دي، إن شاء الله نفكر نعمل لكم الورشة بدري بتاعت الآن مش قلقان، لو نحب إن احنا نبقى بنركز أكتر في الموضوع بتاع القلق. طيب، أنا تقريبا كده خلصت. عايزة أوريكم حاجة لطيفة جبتها من على فيسبوك. واحد من التكنيكس بتاعت التعامل مع القلق، ما سموه التشتيت أو الفكاهة. إن إحنا مرات بنسخر من الحاجة اللي إحنا بنقلق منها، أو بنضحك عليها. تعالوا بصوا بقى، فيسبوك بتاعنا كان بيقول إيه. دحيح كان بيقول لك على المطمن إنه يحترم خوف الخايف، ده المنطق اللي هو بيقوله. بس بعد كده بيقول إيه، وعلى المطمن انه يخاف اصلا، بيطمن ازاي واحنا كلنا قلقانين في القلق اللي احنا عايشين فيه. فدي واحدة من الحاجات اللي ضحكتنا وكنا بنضحك بسببها في الوقت الصعب اللي احنا مرينا بيه. طيب، عايزة أشكركم. أتمنى أكون قدمت حاجة بسيطة كده في السريع أفادت. بنحب دايما نشوفكم، نرحب بيكم دايما في بيت المشورة، ودايما هنبقى كل شهر بإذن الله عندنا لقاء لطيف كده في الخفيف، نتعلم فيه حاجة بسرعة كوجبة سريعة. ونحب تزورونا في بيت المشورة في الإيفنتات اللي احنا بنعملها، تنورونا دايما. شكرا لكم جدا. أيوة، النيو جاي إيمان، موافقة جدا موافقة جدا. جميلة طبعا. شكرا لكم وشكرا للكلام الحلو ده. أشوفكم على خير إن شاء الله. ميرسي.